السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معاكم وصفة كلنا بنحبها، أكلة مصرية مشهورة جدا. النهاردة هنعملها بطريقة حلوة قوي وكمان أحلى من المحلات كمان. ازاي بقى نعمل الصلصة وازاي الدقة وصلصة الطماطم الحامية اللي انتوا شايفينها كده والبصل المقرمش. تعالوا كده نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نجيب كوباية من الشعرية، هنبدأ نحمرها كويس قوي، وهكون محضرة معايا بصلة مقطعاها صغير. اول ما توصل للون ده بيديها تيست عالي جدا، بيعلي من تيست الكشري جامد قوي يا جماعه. بنبدا نشوح بقى البصله مع الشعريه زي ما انتم ما شايفين كده، وهكون محضره كوبايه ونص من العدس المسلوق. هبدا اشوحهم برده مع بعض، وبعد ما يتشوحوا وياخدوا من طعم البصل هنزل عليهم بكوبايتين من الرز المغسول، وابدا اقلبهم زي ما انتم ما شايفين كده. وبصوا منظره رائع. هبدا احط الملح بتاعي واحط ربع معلقه من الكمون، برضو بيعلي من تيست الكشري جامد قوي. هبدا اقلبه بقى وانزل عليه بالميه المغليه. مجرد بقى خلاص كده ما بيغلي معايا ابدا اوطي عليه واغطيه واحطه على نار هاديه. اكون بقى بحضر الصلصه بتاعتي. هكون محضره نص معلقه من الثوم المفروم. اول ما ياخد لون انزل عليه بفنجان من الخل، وانزل عليه بالطماطم، وكده يبقى الطماطم بتاعتي مجرد ما تغلي هناخد شويه ملح وبرده رشه كمون، وكده الصلصه بتاعتي تبقى جاهزه. تعالوا بقى نعمل احلى صلصه للكشري وهي صلصه الطماطم الحاميه. هنبدأ برضو نجيب ربع معلقة من الثوم ياخد لون معايا زي ما انتم شايفين. هكون مقطعة معايا الطماطم صغير وانزل عليها على الثوم تمام، واشوح الثوم مع الطماطم كده، وانزل عليها بقى بنص معلقة من الشطة لو انتم بتحبوا الشطة الحامية، وبرضو بابريكا عشان تديني لون للصلصة حلو، نص معلقة من البابريكا، وابدأ اقلبهم كويس جدا. وهنزل عليهم بمعلقه من الصلصه معجون الطماطم. هيكون بقى الصلصه بتاعت الكشري بتاعتي جهزت. هاخد معلقه كبيره منها واحطها على الطماطم بتاعتي، بتدي برضو تيست عالي قوي. وتبدا بقى ايه تغلي كده وتتسبك. خلاص كده هي وصلت معايا، والزيت بتاعها يطفي على الوش كده. بصوا الطماطم يا جماعه كده مقطعه شكلها حلو ازاي. مجرد ما تغلي والزيت بتاعي يظهر كده على الوش خلاص كده الصلصه بتاعتي بقت جاهزه. اهو بصوا الزيت كده باين على الوش اهو. نبدا بقى نحضر معانا الدقه، واجيب ربع برضو ثوم، ربع معلقه من الثوم، وابدا احط عليها ربع معلقه من الكمون، ومعايا ملح بس بسيط يا دوبك رشه، وعندي بابريكا، وعندي دي حسب الرغبه قرن فلفل فرمينو، وابدا اقلب ده كله مع بعضه حسب الرغبه، عايزه تحطيه عايزه تشيليه براحتك. وبنزل عليهم بربع فنجان من الخل، وانزل بعد كده معاهم ب3 فناجيل من الميه المغليه، وكده برضو الدقه بتاعتي تبقى جهزت. ريحتها وطعمها تحفه يا جماعه. اكون بقى محضره البصل المقرمش بتاعي. انا ولا بحط نشا ولا دقيق ولا اي حاجه، انا اكون بسخنه الزيت كويس قوي، وابدا انزل عليه البصل زي ما انتم شايفين. بكون مقطعاه جوانح كده رفيعه، وابدا اهو كده وصل معايا للون اللي انا عايزاه، وابدا بقى اطلعه اهو كده. اللون بقى جميل قوي يا جماعه معانا. بصوا مقرمش، انا نفسي تشوفوه مقرمش ازاي. هبدا انزل عليه بربع معلقه من الكمون مع رشه ملح. خلاص كده طبق الكشري بتاعي بقى جاهز. هتاكلوا احلى كشري هتعمليه من ايدك، وبجد بجد بيبقى احلى من المحلات كمان. اهو كده هبدا اجهز الطبق بتاعي. بصوا حواف الزيت تبقى تحفه، بالشكل جميل ازاي. بكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. اتمنى يكون عجبكم، وبتمنى الاشتراك في القناة واللايك ما تنسوهوش، واستنوني الوصفة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.